السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وقصة جديدة بعنوان الكنز اللي ما كيبانش. في شي دوار بعيد كانت واحد المرأة كبيرة سميتها لالا حليمو، كتعرفها البلاد كاملة بالحكمة ديالها. الناس كيجيو ليها يسولوها وكل مرة كتعطيهم كلام يداوي القلب. في واحد النهار جا عندها ولد صغير سميتو سعيد وقال ليها: لالا حليمة، علاش انا ما عندي لا ذهب لا فلوس بحال الناس؟ ضحكات لاله حليمه وقالت ليه: واش بغيتي نوريك كنز ما عند حتى واحد؟ قال ليها: ايه، فينا هو؟ خدات معاه طريفة الخبز ومشاو لوسط الغابة. وقفات قدام نخلة كبيرة وقالت ليه: الكنز راه هنا، في القلب ديالك وفي النية ديالك وفي العقل ديالك. إلا خدمتي وصبرتي وكنتي ولد الناس، الدنيا تعطيك كتر من الذهب. سعيد سكت وشاف فيها مزيان وقال: ما فهمتش. ابتسمت وقالت: الفهم يفهم مع الوقت، ولكن غير بدا تخدم على راسك وتشوف الخير يجي تيجري. ومن داك النهار بدا سعيد كيعاون الناس، كيقرا ويخدم، وبعد سنين ولا عنده شركة وبقى داير الخير. وداك الكنز اللي ما كيبانش ولا هو سبب سعادته. العبرة من هاد القصة: هو الكنز الحقيقي ماشي الفلوس، الكنز الحقيقي هو القلب الزوين والنية الطيبة والخدمة اللي كتعطي نتيجة. كنتمنى القصة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. موعدنا في فيديو جديد وقصة جديدة بإذن الله. ما تنسوش إلا كنتوا أول مرة تزوروا القناة الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. دعمونا بلي لايك، ومع فيديو قادم بإذن الله. مع السلامة.